احيانا بناخد اخطاء اولادنا على كرامتنا وعلى نفسنا، مع ان حقيقه الامر مش كده. مثلا انا قلت للبنت انها ما تمسكش الموبايل وهي بتذاكر، دخلت عليها وهي بتذاكر لقيتها ماسكه الموبايل. الترجمه بتقول بنتي بتكسر كلامي، مع ان هي ما تقصدش كسر كلامك، لكن هي مشدوده جدا لكلام بيتقال على جروب الواتس بتاع صحابها، وهي محتاجه تتعلم ازاي تحافظ على تركيزها انها ما تتشتتش وهي بتذاكر. قلت لابني اطفي التلفزيون وادخل صلي العصر، وهو قاعد يتفرج على التلفزيون وما دخلش يصلي. الترجمه بتقول ان ابني بيتجاهلني وبيتجاهل كلامي، لكن اصل المشكله انه مش حاسس باهميه الصلاه، وحاسس انها تقيله جدا عليه ومحتاج حد يتكلم معاه عن اهميتها ومكانتها. سالت ابني خلصت الواجب؟ قال لك اه، ولما بصيتي في كراسته لقيتيه سايب نصه. الترجمه بتقول ابني فاكرني مغفله وبيحاول يستغفرني، لكن اصل المشكله انك دايما بتزعقي له جامد لما بيقصر وهو خايف من التهزيق، فحاول يتفادى دون من خلال الكذب عليكي. بناخد دايما